وطب يا صاحبي، عامل ايه؟ معك عبد الله. النهارده ان شاء الله جايب لك نسخة اعمال. الصراحة يعني حاجة عظمة من النهاية. بجد بجد النسخة دي انا تعبت فيها جامد قوي، واللي انا شايفه في اخر الفترة مفيش اي تقدير على الفيديوهات خالص. يعني فيديو بقالي اسبوعين ولا جايب 844 مشاهدة، واحنا الحمد لله يعني واحد كيو شوية اهو، واحد كيو 200 كمان، يعني 1200 متابع. الصراحة يعني ما مش عارف مالكو كده، مفيش تقدير خالص خالص. يعني مفيش الا بعض الفيديوهات هي اللي طالعة 2K و1K وكده، مش فيديوهات كتير، انت فاهمني؟ يعني الصراحة مش عارف، مفيش تقدير خالص خالص يعني، بس يعني الحمد لله. وانا هكمل معاكو. بصراحة كده النسخة ديت نسخة عظمة. تمام. هي دي قدامك اهيت النسخة زي ما انت شايف. تمام، دي هي النسخة الاعمال. اول ما تدوس عليها كده، اول ما تدخل معاك، تمام، هتدخل معاك بالشكل العظمة ده. والنسخة دي واجهة من ضمن الواجهات، لو انت عايز تجيب الواجهة العادية تمام مفيش اي مشكلة. تمام، ده شكل النسخة من بره اهوت. تمام، هنا عادي اهوت. تمام، شكل الستوري شغال، وريكورد شغال، وكل حاجة شغالة فيها. تمام، وعندك هنا الكاميرا، وعندك هنا اضافة اكتر من اكونت. تمام. وعندك هنا دي علامة البحث. عندك اول حاجه هنا ادفرتايز، وهنا الخيارات التانية عندك بقى اول حاجه ادوات الاعمال، وانك تعمل روم، وانك تعمل بي سي، ودي العلامات بتاعه الاعمال، وانك تفتح ويب، ودي الهاب مسج اللي هي الفافوريت مسج، وديت البرايفسي العاديه. تمام، زي ما انت شايف كده. تمام، البرايفسي ديت هنيجي هنا عند الهيلب، وبعدين الاب انفو، عبد الله بيزنس بيس، عبد الله مودز فيرجن 3 يوتيوب عبد الله مودز. تمام. تمام، دي كده شكل النسخه من هنا. تمام، دلوقتي هنيجي ندوس على مور اوبشن. عندك هنا اضافات عبد الله، عندك نمبر مش متسيف، عندك هنا راستر النسخه. تمام، فاحنا دلوقتي هندوس على اضافات عبد الله، هيوديك للواجهه اللي انت شايفها ديت. مود الاعدادات الصراحه مود عظمه يعني، وضايف فيها زرار فيروس كتير. تمام، طبعا المود ده مود رايق الصراحه، وتعبت فيه. عندك هنا اول حاجه عبد الله بيزنس، دي اللي هي الملف التعريفي من فوق، يجيب لك اسمك والاباوت اللي هو المهم البايو اللي انت حاطه. تمام، عندك اول حاجه يعني اعدادات بلس، لو دخلت هتلاقي النسخه كلها متعربه بالكامل، مفيش حاجه فيها انجليزي. عندك اول حاجه اخفاء اخر ظهور، تمام، بعدين علامه التوجيه. وعندك في الاستيت هنا اخفاء مشاهده الستوري، ومنع حذف الاستيت. تمام، انا حذف المسج والمشاهده مره واحده، والصحيان بعد رد. طبعا برايفسي بقى، يخفى ان بتكتب او بتسجل ريك، الحاجات دي كلها طبعا ايه، دي الاعدادات العاديه اللي هي اعدادات البلس كلنا عارفينها. معانا تاني حاجة هنا زراير الفيروس. تمام، عندك أول حاجة الفيروسات، دي اللي هي بيقول لك فيروس صور، فيروس كونكتات، فيروس تهنيج، فيروس وجع، بوت كراش، فيروس الكتالوج، وفيروس تجمنت. طبعا دي كلها حاجات ضد الفيروس عشان النسخة ما تهنكش منك. يعني الصراحة حاجة عظمة، المفروض تفعلهم كلهم عشان النسخة ما تهنكش منك من أي فيروس. تمام، بعد كده اضافات الفيروس عشان النسخة ما تكرهش كونكت، عشان الكونكتات الملغمة عشان نسبة تحصيل 75%. وإلغاء إشعار المنشن وتأخير الفيروس، منع إشعارات الفيروس. الذكاء الاصطناعي اللي هي فاهم انت حاجة جديدة كده لسه نازلة، اللي هي ما تخليش النسخة تسرب أي حاجة منك، تستهلك نت كتير كده، انت فاهم؟ دي الغي منشن الروم. عندك تريكات في النسخة بقى، وضع التخزين، وضع التخزين 2، هي تخزن على النسخة ذات نفسها. تمام، وبعد كده هتلاقي عندك وضع الهجوم. تمام، الصراحة النسخة طرش يعني، حاجة عظمة من النهاية. تمام، عندك تخلي كونكتات صفر، ده حل الميموري، كل حاجة يعني لو انت فعلتها الحاجة اللي عليها تنزل على الميموري، انت فاهمني؟ بعد كده اضافات جامده، اول حاجه ارسال ملفات اكتر، ارسال ملفات كتير، انك تبعت اكتر، مثلا 20 كونكت حاجه زي كده. وديت هتعمل العلامه ديت وتحدد الشخص، ولو اختفت يبقى الشخص ده كان مفعل لك الشات، انت فاهم؟ يعني انت لو عايز تعرف الشخص ده كان مفعل لك الشاتات قبل كده ولا لا، هتعرف من دي. طبعا ديت ميزه جامده لانك تبعت رسائل في الروم المقفول. طبعا مش هجربها عشان ان ايه، وقت الفيديو كده. عندك سرقه الاي دي ام، وهيجيب ده يجي يحط لك، يعني بص احنا دلوقتي مش مفعلينها اهوت. تمام، هتيجي هنا هتلاقي الوقت جاي عادي، يعني هو عندك هنا دلوقتي ايه، الوقت جاي عادي. هتيجي تاني وهتعمل، هيجيب سرعة النت، هيجيب لك سرعة الرسالة اللي انت بعتها، هتلاقي اهوت كل رسالة جاي جنبها سرعة النت بتاعتها. تمام، بعد كده تفكيك الشتات، وتذكر من الكيب، وانك تمسح الستوري كل مره واحده. عندك بقى اضافات جامده لاول مره، الريكورد ستوري. طبعا دي نسخه اعمال وفيها ريكورد ستوري عادي جدا. تمام، زي ما انت شايف، لو دوست هنا هتلاقي في الجنب اهوت، ثانيه واحده. تمام، هنجيب الفرشة ديت. تمام، وطلع ديت فوق اهيت، زي ما انت شايف ريكورد ستوري شغال 100%، مفهوش اي حاجة. انا دلوقتي لو دوست كده هسجل، وبعدين ابقى اوريك. نديلها الصلاحيات الاول، بعد كده ندوس
فدلوقتي هسيب وهدوس اوكي. دلوقتي اسمع بقى. طبعا انت مش هتسمع صوتي اصلا، تمام، بس هي دي الريكورد حاجه عظمه. بعد ما اسيب الريكورد هو الصوت هيبان لك، انت فاهمني؟ تمام. هو اسمه ريكورد بس مش عارف تطلع معاه ريكورد ليه، تمام. فهي عشان بس ما حدش قال له انت بتعرفش حاجه وكده، تمام. فالمهم ده كان ريكورد الستوري، لو عايز ترفع ستوري كده، تمام. وبعد كده هنخش على اخر حاجه اللي هي الستيت جنب البروفايل. مثلا لو واحد منزل ستيت هتلاقي جنب البروفايل بتاعه محطوط، دوس عليه يجيب لك، وده ستوري زي الانستا. ودي كانت زرار الفيروس في النسخه. بعد كده بصمه النسخه طبعا كلنا عارفينها، حاجات سهله كلها ملهاش اي لازمه. وده الكلين كاش، تمام. ثانيه واحده. الكلين كاش زي ما انت شايف ممكن يحرق معاك النسخه، يعني انت كده كده مش هتحتاجه يعني. بعد كده اضافات النسخه بقى حاجه عظمه يعني بجد يعني. عندك واجهات النسخة، عندك هنا 8 واجهات كلهم أجمد من بعض. أنا مثلا نعملها اللي كانت هناك دي على الشكل الرابع، أنا دلوقتي أخليها على السادس. بعد كده أسطر الشتات مثلا نختار 5. ودي طبعا افكتات النسخة طبعا كلنا عارفين اللي هي السيري دي. صورة في فقاعة الشات انك تحط ايه الصورة جنب المسج، انت فاهمني؟ يعني انك تحط الصورة جنب المسج. ده شكل البالون، ودي خطوط النسخة حاجة عظمة هوريها لك دلوقتي. تمام. الخط اللي انا عامله فيه اللي هو الخط ده، يعني الخط ده، ثانية واحدة. الخط ده الصراحة عظمة، سيبك من ده، رجع. الخط ده جامد جامد بمعنى الكلمة، يعني بجد بجد. انا هو ده الخط اللي النسخة شغالة عليه دلوقتي. خط هو خط عربي بس الصراحة جامد، انا اوريهولك. وفيها خطوط تانية، يعني مثلا انت عندك الهيفي ده برضه خط عربي تاني. ثانية واحدة عشان اجيبهولك بالظبط. يعني ده عندك خط تاني برضه، وده عندك خط تاني، تمام. في حاجة بقى من دومت برضه عربي جامدين، يعني حاجة من الاربعة دومت برضه فيها عربي، حاجة جامدة يعني، تمام، انت فاهمني؟ فالنسخة جامدة. بعد كده الشاشة الرئيسية بقى نجيب لك اشعار اللي هو اونلاين، بتفصل الرومات عن الشتات. وده هيجيب لك عدد الشتات صفر، يعني انت فاهم؟ انت لو فعلتها كده وجيت تطلع بره، حتى لو عندك مليون شات هو هيجيب لك عدد الشتات صفر. طبعا دي الواجهة اللي احنا ركبناها، وديت اسطر الشتات، تمام. فاحنا دلوقتي هنخش على اضافات النسخه، وبعدين هنجيب واجهه، هخليها الواجهه عاديه عشان اوريك الميزه اللي كده. هنا بقى انت مثلا عايز تبان انك مشهور وعندك عدد شتات كتير، مثلا خليها 247 شات. هتكتب هنا كده 247 شات، بس لازم تفعل اللي فوق دي الاول. تقوم جاي طالع كده، هتلاقي ظاهر عندك اهوت عدد الشتات 247 شات، تمام. تمام. دلوقتي بعد كده هندخل طبعا هنصفر ديت، تمام. بعد كده تخليك تضيف اكتر من نمبر في النسخه. ده وضع الطيران، والغي الشتات المخفيه، دي صف الشتات، واخفي الشتات المؤرشفه. بعد كده اضافات في الشات اللي هي رسوم على الكونكتات، رسوم على الكول، حط التاريخ في المسج. يعني بدل ما يبقى يجيب سرعه النت هيجيب تاريخ الرساله. اكد قبل الاستيك، وصف الادمن، الغي ضغطتين الرياكشن اللي هي الايموجي بتاع الادمن. بعد كده لو عايز تركب ملف سرعة، بعد كده اعدادات الميديا، ولو دوست على اخر واحدة اللي هي قناتي يوتيوب هيدخلك على قناتي على اليوتيوب على طول، تمام. خش قدرني واشترك يا صاحبي، تمام. تمام. دلوقتي كده بعد ما خلصنا البرايفسي كلها هنطلع، ودلوقتي هنوريك شكل الشات من جوه، تمام. عندك هنا اللينك في الوصف، ده رقمي التاني، تمام. الرقم ده محظور يا شباب، تمام، يعني الرقم ده محظور اعمال. فيا ريت اللي يعرف يفكوا اعمال يكتب لي في الكومنتات، وانا هكتب له الرقم عادي وهو يفكه بقى. وقوم جاي باعت لي بس سكرين شوت على الواتس، وانا هعمل له عايزه، سواء كان عايز 1000 متابع انستا، سواء كان عايز نسخه واتس باسمه، سواء كان عاوز كيبورد، اي حاجه هو عاوزها هعملها له والله. بس هو يجيب لي سكرين بس ان هو اللي فك النمبر، تمام. وده شكل الشات من جوه حاجه عظمه. وده الانتري ما بيتهنكش، انتر عظمه، تمام. ودلوقتي ديت نسخه واتساب عظمه. ده الخط اللي انا بقول لك عليه، تمام، يعني ده مش خط عادي، ده الخط اللي انا كنت مشاور لك عليه هناك. طبعا هنا عندك اهيت بترمي فيروس، تمام. عندك بترمي فيروس، هنجيب على شات تاني. يعني مثلا ده واحد معرفوش اصلا بعت لي بترمي الفيروس اهيت، تمام. اهو فيروس بتبعت ما بتهنكش، فيروس شغال، تبعت اهيت من غير اي حاجة، بجري في الشات عادي. يعني الصراحة حاجة عظمة من النهاية، تمام. ده كان حوار النسخة، وده الصف الشات، تمام. يعني من الاخر النسخة حاجة عظمة، تمام. نسخة اعمال بتحول 1500 كي، يعني من الاخر حاجة عظمة، تمام. وبس كده يكون فيديو النهاردة خلص. يا رب تكون النسخة عجبتك. كان معاك عبد الله، مع السلامة.